السلام عليكم. نحن في فندق نيو داي في العاصمة الجزائرية مع الوفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي في زيارة لبعض شوارع العاصمة. أهلا وسهلا بكم. اهلا بك. يا هلا فيك. أستاذ طه، أستاذ عبد الرحمن، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن، أستاذة عائشة، عبد الرحمن محمود آسف محمود طه. اسمه محمود بس قصة وجهه جاية على عبد الرحمن. والأستاذة عائشة الطيبة. الله يسلمك. الله يسلمك. لا عائشة. أهلا وسهلا بكم في الجزائر. اهلا وسهلا، ربي يفضلك. امين يا رب العالمين. سيد بوكي بوسعيد، مدير فندق نيو داي. شرفنا اليوم الوفد العربي للسياحه وقمنا بهم مليح وجاو شافوه فعجبهم الفندق تاعنا. على كل حال الفندق هذا فندق مخصص، فندق بريفي، مولاه سي ملك حميد. الفندق يتكفل بين 226 غرفة. فتحناه في جويي 2017. على كل حال رانا استقبلنا الوفد العربي هذا بفرح وسرور وشافوا الفندق ويعني وعجبهم الفندق خاطر ماش كان في المستوى تاع النجوم 4 نجوم، يعني كان في مستوى عالي والحمد لله. اللي بدينا به الفندق هذا هو الزبون يكون في مستوى لا باس به. لازم يا با دو ريمارك تاع المشتري، لازم نطلعوا فيه بيان كوميدفو. على كل حال هذه برعايه الفيدراليه الجزائريه للفنادق باسم الاخ عبد الوهاب بولفخار، وهما جاوا على كل حال ماشي غير يزوروا الفندق تاعنا، يزوروا الفنادق الكل ودايرين الجزائر كامله، فايدين القسنطينه رايحين بالبتله وروح. ونتمنوا بلي يعني السياحه تلقى يعني السياحه العربيه تكون في مستوى، باسكو كاينين يعني الزبناء عرب اللي قادرين يجيو يفيزيتوا الجزائر، والجزائر تاعنا فيها مناظر هائله وما زالت ماهيش معروفه بزاف في السياحه، سواء الاوروبيين سواء العرب سواء اللي قادرين خوتنا العرب يعني نديروا اتحادات ونكونوا في المستوى عالي، يجيو بزاف العرب اللي يجيو يفيزيتوا الجزائر. حنا نتمنوا باللي يفوتوا الاقامه يعني هايله من في فندق نيو داي. الان نروحوا نشوفوا شويه المأكولات الجزائريه اللي نقدموها للزبائن تاعنا بخصوص عامه، والجماعه تاعنا اللي جاوا من السياحه العربيه السياحه الخاصه. شوف هذه المأكولات كلها لي زوردر لي زونتري، كل حاجه فيها شويه. دائما المأكولات الجزائريه اللي مخدومه بالناس طباخين جزائريين متكونين في مدارس سياحيه. فوالا دائما طبق جزائريه. هذه بارده تاع الوردافر، من بعد نحطوا بدل الطبق السخون. دائما هذيك تشوف شكشوكه جزائريه، طاجين، ضلمه، زيسكالوب، كسكس، شويه رز من هي. وعندنا هنا فيه عجل مشوي، هذه يعني الزبون باش يخير. عندنا هنايا شوربه جزائريه، يعني هذه كل مأكولات جزائريه اللي كي يجي الانسان ويدخل عندنا الفندق ماشي غير يلقى ستيك فريت وكذا، لازم يلقى مأكولات جزائريه. والانسان اللي يجي كسوا يعني هذا السياحه الجزائريه والجماعه تاعنا العرب اللي جايين عندنا يحبوا كامل يشوفوا المأكولات الجزائريه. باسكو لا وحنا في الفندق هذا عندنا نستعملوا بزاف المأكولات الجزائريه، وكاين بزاف الوقت هذا الحاضر كاين بزاف سياحي الاجنبيين اللي راهم يجيونا، وراهم فرحانين كثير بهذه المأكولات الجزائريه اللي نقدموا لهم. لا هنا كيف مع لوردير ولا سي دي زونتري، بيزا، بوراك، فيها توجور مأكولات جزائريه. ولا هنا حلويات جزائريه، شوف مقروط، قلب اللوز، فوالا
الحلوى الجزائريه، ومن بعد نكملوها بالتاي بالنعناع مع الاخر تاع الاكل. ونتمنى ان شاء الله يكون الوفد يكون فرحان بزاف ويعجبهم الحال، يعجبهم الفندق تاعنا ونكونوا في احسن ما يرام. الله يسعدك يا رب. شكرا كثير على الاستضافه، شكرا كثير على كل شيء قدمت لنا بالفندق. ما شاء الله عندك كادر موظفين من اروع ما يكون. شكرا. البسمه ما بتخالف ابدا وشها، على طول الخط للزبون ايش محتاج ايش ناقصك. شكرا كثير لكل واحد قائم بالفندق من الاستقبال للموظفين. شكرا. ما شاء الله بالنسبه للطعام عندك تشكيله رائعه جدا. جزائري يعني كلها صراحه جزائري. الاكل طيب كثير. يشكر الشيف على ما قدمه الله لنا. يبارك الشيف سمهامك الشيف. يعطيكم العافيه. صراحه ما شاء الله عليكم شباب رائعين جدا، كل واحد صغير قبل كبير بالفندق بشكر. والله شرفتونا اللي جيتونا اليوم، وعندنا نحن نتمنى ان شاء الله بالسياحه العربيه تكون في مستوى وتكون يعني اشتغال بيناتنا وتكون خدمه. ان شاء الله بنطمح نكون سياحه عربيه. شكرا. نبعد عن السياحه الاجنبيه اكثر. الجزائر فيها اشياء كثير حلوه يفتقدها العرب. بصراحه انا اليوم طلعت مشيت تقريبا نص ساعه او ساعه، الاجواء رائعه جدا، السماء صافيه، الغيوم صافيه. ما شاء الله عندك اشياء كثير حلوه بالجزائر. الله يستقبل كل زائر للسياحه. المره الماضيه زرت وهران وتيبازا. نعم. كانت كثير حلوه. واليوم عم بتفرج على فيديوهات الصحراء بالجزائر وكذا. عن جد اللي من هواية الهايك هذه الاشياء بدل ما يروح لبرا لاوروبا عندك الجزائر. عم نقول لهم الجزائر اوروبا للعرب، استعوا عليها. شكرا. الله شكرا جزيلا. واكيد تعالوا الفنادق كلهم ما حيقصروا مع اللي حي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك فضل. نتمنى ان شاء الله السياحه العربيه يعني تتطور وتكون فيها. ان شاء الله ان شاء الله وتسهل كل الامور وتصير الجزائر يعني مرت على كل العرب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا. نحب نشكر الأستاذ سعيد بوقباص مدير فندق نيو داي على حفاوة الاستقبال لأعضاء الوفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي والاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال الرائعة استقبالها لنا اليوم. من القلب نقول لك شكرا أستاذ سعيد. والله شرفتونا بحضوركم في هذا اليوم هذا الكريم، وحنا نتمنى ان شاء الله السياحه العربيه يعني جميعا تكون في مستوى. كان بزاف يعني ناقصه بزاف السياحه العربيه بين الدول العرب، ناقصه يعني بنقارنها يعني المقارنه الاوروبيين ولا ليش يعني السياحه ماشي في الدول العربيه. نتمنى ان شاء الله الدول العربيه تكون متفاهمه والسياحه اللي بيناتنا تكون في احسن ما يرام. دليل على ان احنا نشجع السياحه العربيه. هذه الزياره الثانيه لي للجزائر، انا كنت موجوده في شهر 10. اول ما جاتني الدعوه ان احنا نحضر الصالون الدولي للاصفار، ما ترددت ان انا اجي مره ثانيه، وهذا راجع لي الانطباع الاول اللي كان في الاستضافه الاولى اللي كنا فيها في شهر 10 الماضي. ما وجدناه من ضيافه الشعب الجزائري واحتضانه للسياح وكل المقومات العربيه السياحيه اللي تمتلكها الجزائر. ان شاء الله ان شاء الله او مرحبا اي وقت وراكم في بلادكم الثاني. والله العظيم يعني انا فرحانين بس الوفد العربي للسياحه اللي نتمنى ان شاء الله يكون معانقه بينه وبين البلاد بين الجزائر وبين الدول العربيه تطور السياحه وتكون في اطار هايل. حنا على كل حال هاد السنين الاخرين لي بوفوار بيبليك راهم يعني الحكومه الجزائريه راهي وفرت بزاف التسهيلات للفنادق ولا لانفستيسمون تولي راه درك تحل الناس اللي يحب هذوك لي فاسيليتي هادو ايزون بيرمي de leur augmenter le parc hôtelier يعني ميم لي زوتيل تبناو والناس راهي تستثمر بزاف في السياحه. وعندك باللي قلنا الحكومه راهي وجدت تسهيلات يعني هائله، وبهاد التسهيلات هادو من البنك وكذا منا لي زامبو منا لي فاسيليتي تاع لي بارافيسكو لي زافونتاج وكذا هادو كامل يسهلوا لنا الامور باش نستثمر في السياحه. وعلى بالنا بلي حنا السياحه على كل حال راهي لي سيت اللي عندنا تاع السياحه اللي عجب لازمنا نكونوا السياحه تاعنا ونديفلوبيو السياحه تاعنا باش ننساو شويه البترول وكذا. ونتمنى ان شاء الله السياحه تاعنا ديفلوبي دافونتاج
والحكومه راهي واجده، والتسهيلات اللي درت لنا البلد راه ملاح، ونتمنى ان شاء الله يكملوا في التسهيلات هادو ويعاونونا باش نديفلوبيو هذا السيكتور. في الاخير نشكر موقع الصراحه كوم اللي جاو زارونا مع الوفد العربي هذا للسياحه، وقاموا بشغل يعني لاباس به، وكانوا معنا وساعدونا في هذا العمل اللي رانا نديروا فيه، ونتمنى ان شاء الله يكونوا في المستوى في المستقبل ان شاء الله.